مساء الخير مستمعينا، رجعنا لكم مرة ثانية في ديوانية الياقوت والأنصاري. واليوم طبعا ويانا أخونا وحبيبنا وعزيز سالم. شلونك؟ يا هلا، شو اخبارك؟ الله يحفظك. هلا بثري بيز. هلا 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 هلا. يا اهلا شو وسهلا. الابداع، شو الشيء الله الطيب. يحفظك ويبارك فيك. الله يعني يسعدك. عندكم سر، شنو موضوع سر الادمان هذا ان الواحد يدمن على عسلكم؟ احنا الكويتيين ذوقه يحبون الشيء الفاخر. كلام كبير. الكويتيين يحبون الشيء الفاخر. والله شوف، انا عن تجربة شخصية، انا صار لي 3 سنوات ما يعني بيتي ما في الا 3 بيز يا بعد صراحة. والله شهاده اعتز فيها. والله العظيم، وتحديدا انا ساعة قاعد اقول حق بمشاري، انا تقريبا يمكن اكثر واحد يستعمل الكفاش هذه. يا حبيبي يا بعد. لان استعملها مع الشاي حليب خطيره خطيره خطيره. في الزعفران وفي الخضره الثانيه. في الزعفران وفي غذاء الملكات وفي السدر الكويتي المميز وفي تشكيله من غذاء الملكات زوجتي ما ترضى، تقول لا ما يصير تستعمل. زين. وايد سلم. اول شيء الكميه جميل، يعني الكميه كافيه جدا ممتازه، وايد. موزونه الكميه بكل ملعقه. احنا بثري بيز وزننا كميه الملعقه بشكل صحيح تناسب الصغار والكبار. انا هاي المعلومه بغيت اقول لك اياها. تدري بقول لك شغله، انا لاحظت ان بنتي الصغيره الله يحفظها لان تدري لما يفتحونها باكل ياخذون عسل بروحه بدون شاي ولا شيء. صح. احس ان هذه القفشه ايه مقاسها مناسب حق الاطفال. بالضبط صح؟ بالضبط. هذا الفيدباك اللي وصلنا من كثير من العملاء، وفعلا هذه حقيقه. احنا بثري بيز لما صممنا ملعقه العسل صممناها تناسب فم الطفل وفم الكبير. غير الشركات الكبيره. يعني شيء مدروس. شيء مدروس. الشركات الكبيره مع الاسف سوت ملاعق غير مناسبه. احنا ولكن بثري بيز الحمد لله انتبهنا للنقطه هذه وسوينا ملعقه لو تلاحظ مقاسها مناسب للطفل الصغير والكبير. لاحظتها مع بنتي. هذا واحد. اثنين، لاحظت ان لما احط العسل بالقفشه هذه اوكي مع الشاي مع الاشياء الحاره، البلاستيك وايد قوي. اكيد الكواليتي جدا ممتاز، كواليتي وايد عالي صراحه. ممتاز. هذه صناعه خاصه احنا قاعد نسويها حق 3 بيز. طلبيه خاصه وصناعه خاصه فقط حق 3 بيز. حلو. مو تروح تشتري لك كرتون حسين بعدين تخش القفاش حق مرق. لا، ما له علاقه ترى ابو علي. هو يمكن يبي قفاش بعدين ياخذون، فهمت شلون؟ يا حق شيل مرق فيهم. لا ابو علي، هذا حق عسل مو حق. سالم، انا تعلمت دائما في 3 بيز عندكم اشياء جديده. شغله ثانيه، في شيء سمعته يعني انا حتى لما يعني كل 2-3 اخذ هذه الكميه مالت الملاعق اوكي، اشوف التواريخ مختلفه. صح. انتم شنو عندكم انتاج سنوي شهري اسبوعي؟ احنا بثري بيز عندنا مصنع بالكويت وقاعد نعبي العسل بشكل اسبوعي حسب حاجه السوق. ما شاء الله. يعني احنا لاحظنا ان وايد شركات تعبي العسل وتخزينه يكون سيء فيخترب عند الناس. فاحنا حاولنا ان نسوي حلول، والحلول هذه انه يكون مصنعنا داخل الكويت ونعبي العسل اسبوعيا حسب حاجه السوق. فعلى اساس بالطريقه هذه احنا تخزيننا يكون تخزين صحيح وسليم للعسل حسب الاجراءات الصحيحه العالميه لتخزين العسل الستاندر العالمي. وبعدها كل اسبوع نعبي سواء كانت الملاعق او عبوات العسل اسبوعيا حسب حاجه السوق. وهذا يعطي نكهه افضل، جوده افضل. الماده العلاجيه اللي بالعسل يكون تركيزها افضل، لان اليوم انت لما يكون في تخزين سيء ترى الماده العلاجيه تختفي. صح. او تقل بشكل كبير. صح. واحب بما ان احنا اليوم قاعد نتكلم بالاذاعه، احب اكد ان احنا الفتره طافت تقريبا من نهايه او من بدايه السنه انقطع عنا الاعسال المنوكه، انقطعت بالكامل. ال6 درجات احنا عندنا الحمد لله نتميز ان عندنا 6 درجات المنوكه كلها انقطعت من بدايه السنه، ولكن الاسبوع اللي طاف الحمد لله تدري الاوضاع الطيران وما الطيران، فيبناهم بالطيران وبتكاليف جدا غاليه، جدا تكاليف غاليه، ولكن ثبتنا نفس الاسعار، ما زدنا ولا ما زدتوا نهائيا. برافو عليك. ما زدنا ولا فلس واحد على المستهلك. وفوق هذا دائما احنا نقول مستمعين اذاعه 360 عندهم خصم خاص. سلام. اي سواء كان عن طريق الاونلاين الويب سايت مالنا او عن طريق الكول سنتر او عن طريق افرعنا. اذكرهم بس برقم الواتساب بالكول سنتر، رقمنا 9000 1650 وكود الخصم
360 كود الخصم حلو. 360. مره ثانيه رقم الواتساب رقم الواتساب 9001 650 9000. 650. حلو. يقدرون يطلبون داخل الكويت وبرا الكويت، عنده توصيل حق جميع دول الخليج، والخصم فعال على الكول سنتر او على الويب سايت او عن طريق الافرع. فرعنا اللي ب 360، فرعنا اللي بالخيران، فرعنا اللي بالافنيوز، تقدر تستمتع بالخصم. حلو. الحين الست انواع موجودين كلهم. الست انواع المنوكه موجودين بالافرع والاونلاين. حلو. الحين الفتره اللي احنا فيها تغير الجو يسبب امراض. اي توني اقول لك. إيه. كان عندنا واحد قبل شوي بالاستديو عاطس. اي وايد ناس هذه فتره لازم يعني تحوش كثير من الناس. ف في ناس يفضلون العلاج التقليدي. شنو هو علاج التعليقي تقليدي؟ انه ياكلون عسل يقوون مناعتهم اكل العسل. فاحنا اليوم ندعو الناس ان اليوم اكل عسل انتاج الكويت. احنا نتميز ان عندنا عسل هذا السدر الكويتي من انتاج مناحلنا بالكويت. طبعا مناحلنا منتشره ب 300 بيت بالكويت وهم شركاء معنا نجاح. 300 عائله كويتيه شركاء معنا ب 3 بيز، حاطين مناحلنا عندهم وقاعد ننتج هذا العسل الذهب الجميل ما شاء الله. فهذا مناسب جدا حق تغير المناخ اللي هو هذا. ايوه الغطاء السكر الاصفر صح. هذا عسل السدر الكويتي المميز. في ناس يقول لك انا ما احب عسل السدر، ما استصيغه. انت تعال عندنا ب 360 او بالخيران او هذا ليش؟ في ناس يقول لك انا ما احب السدر. في ناس يقول لك انا ما احب عصير برتقال. إيه. انا اقول لك انا احب عصير فراوله. واحد احب عصير مانجا. اذواق الناس. بالملابس الناس اذواق، بالسيارات والله جميل، وايد جميل صراحه. السدر نمبر 1. بس في ناس ما يعني ذوقها. فتقدر انت تمر اي فرع من افرعنا وتتذوق اي عسل من الاعسال تشوفها قدامك اللي يعجبك تاخذه. زائد عندنا احنا كان من قطع ترياق هذا المنتج الجميل هو نفس اللي عندك هذا اللي هناك. انقطع هو عسل المنوكة ولكن حاطين فيه جميع مكونات النحلة الحشرة الصغيرة هذه. النحلة الصغيرة هاي الحشرة تعطينا 6 منتجات. العسل والشمع، حبوب اللقاح، غذاء الملكات، العكبر، وسم النحل. سم النحل اللي هي لسعة النحلة. ايوه. خذينا المكونات هذه كلها وحطيناها في العلبة هذه وسوينا منتج سميناه ترياق. في 5 مكونات. المنتج السادس ما حطيناه. شنو هو؟ الشمع ما ينوكل عشان شيء ما حطيناه. ايوه. فتخيل هذا ترياق من 3 بيز فيه سم النحل. فممتاز جدا لدعم المناعة، جدا ممتاز لدعم المناعة. وتو واصل كان منقطع لأنه هو عسل منوكا نيوزيلندي معتمد، كان منقطع طول الفترة طافت وتو رجع الأسبوع اللي طاف مع إخوانه. الحين سؤال، هذا إذا أنا استعملت مثلا قفشة باليوم نعم في ضرر؟ أبد بالعكس. أنت جبت لي لموضوع جدا حساس. لازم ناكل عسل كل يوم. تبي الفائدة الصحية، مو أنت كل يوم تروح النادي. فائدة صحية. الفائدة بالاستمرارية. ماكو فائدة ان انت تشتري عسل وتخش عندك بالكبت. ايه بس والله عندنا عسل. لا ما يصير. او انا اشتركت بالنادي وراح اضعف. لا يصير. اذا اشتركت بالنادي سنة مو معناته تروح يوم. عندي واحد من ربع كل يوم يلبس ويقعد تحت حساب الريسبشن يقول ما ضعفت. ما يصير. فانت عشان تضعف لازم تروح النادي كل يوم. انت وهذه ترى نقطة جدا مهمة، جدا مهمة. انت اليوم بالنادي لما تروح يوميا راح تلاحظ الاختلاف على جسمك من برا. صح. ضعفت، عضلت، وجهك فش، تلاحظ ملامحك وبجسمك. خصرك يقل، كرشتك خفت. لبسك يتغير. طبعا المناعة ما تقدر تشوفها، مو ظاهرة. المناعة هي داخلية. جهازك المناعي داخلي. متى تحس فيه؟ لما أنت تلتزم بالعسل بشكل دوري، ولما يصير في موسم الأمراض هني أنت تحس بالفرق. قبل لما تستمرض 10 أيام راح تستمرض الحين 5 أيام. لأن المناعة عالية. لأن المناعة صارت أعلى. الحين أنت أكثر شيئين تفضلهم اللي هو السدر الكويتي والترياق.
هذا السؤال انا بالنسبه لي تحرجني كذا. لا مو احرجك، انا انا بالنسبه لي كل الاعسال هذه ونعم بالنسبة لا لي بس اقصد حق كلهم المناعه. عيالي. ايه ادري بس حق المناعه. كل الاعسال ممتازه للمناعه، يخرج من بطون رب العالمين يقول يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، نقطه وانتهى السطر. حلو. ولكن الحين يصير شنو الناس انت شنو تحب، انت شنو تستصيغ. الدكتور اليوم دكتور التغذيه لما يقول لك اكل سلطه ولا اكل خضروات، يعني يدش معاك بالتفاصيل. اي، او لما يقول لك روح النادي، خلينا نرجع على موضوع النادي. لما يقول لك روح النادي ما يقول لك استخدم الجهاز الفلاني ولا الجهاز الفلاني، خلاص روح النادي كل يوم لمده 40 دقيقه يوميا خلاص. فانت لازم يوميا تاكل اكثر من ملعقه، مثلا ملعقه الصبح ملعقه بالليل لفتره طويله عشان تحس بالفرق بالمناعه. وضروري نأسس عيالنا الصغار، ندخل فيهم الثقافه هذه. احنا نلاحظ الحين الجنك فود منتشر، الاكل المصنع منتشر بشكل كبير، المناعه مو نفس اول. وكورونا اكبر دليل واكبر برهان. فلازم من الحين ندخل ثقافه المناعه والاكل الصحي بعيالنا. ترى الحمد لله ترى صار في ثقافه. شوف النوادي كثرت، تلاحظ المطاعم الاكل الصحي كثرت. انت تشوف ردود الفعل بالناس حق يعني انا بالخيران ما شاء الله شفت اكثر من مره. نعم. رحت هناك ما شاء الله البوث عندكم شغال وايد يا رب لك الحمد. ايه بس انت تشوف ثقافه الناس قامت يعني تتغير. اكيد الناس من بعد كورونا انقرصوا. من بعد كورونا اكتشفوا ان الناس ان في وايد ناس مناعتهم تعبانه. فهي حركه تصحيحيه للوضع اللي صار بكورونا، وان الناس بلشت تهتم بصحتها. بس لازم احنا نوعي اكثر. طبعا احنا اليوم لما نقول اكل صحي مو بس عسل، عشان ما نقول بس عسل. الاكل الصحي اي شيء صحي، وتبتعد عن الامور الغير صحيه. حلو. الحين احنا عشان نذكر مره ثانيه، عندنا الحين الصدر الكويتي متوفر في كل الافرع، موجود. صح. متوفر منه حتى ملاعق. ايه متوفر منه ملاعق. والملاعق قلنا عندنا 4 انواع. عندنا نعم 4 انواع. عندنا اللي هو الزعفران، اللي هو هذا الزعفران لونه احمر، وعندنا غذاء الملكات، وعندنا الصدر الكويتي المميز، وعندنا الصدر الجبلي. حلو. وعندنا هذا الترياق، وعندنا الترياق اللي هو في 5 مكونات من منتجات النحله. تو رجع مره ثانيه فريش واصل لنا من نيوزيلندا، جبناه بالطياره بتكاليف اعلى ولكن ما زدنا ولا فلس. حلو. وعندنا بعد شنو هني العسل؟ عندنا هذول المنوكه، عندنا التركيز 5 وال10، وبعد عندنا شنو يفرق التركيز؟ التركيز هي الماده العلاجيه اللي بالعسل. بنيوزيلندا لما اكتشفوا عسل المنوكه وسووا عليه دراسات سريريه، اكتشفوا انه يفيد الناس بشكل كبير ويصحح يحسن مناعتهم. ولما سووا فحص بالمختبر اكتشفوا ان كل منحل قاعد يعطي عسل في نتائج من الماده العلاجيه مختلفه عن الثانيه. تخيل يعني منحل الجبل الفلاني، المنحل الوادي الفلاني، المنحل المنطقه الفلانيه، كل واحد في رقم غير بالفحص، نتيجه مختلفه. فاكتشفوا ان لازم يصير في تصنيف. ففي 5 تركيز 5، في تركيز 10، تركيز 15. كل ما يزيد الرقم كل ما تزيد المادة العلاجية في العسل. ايوه. شفت لما اقول لك الحين لا قدر الله واحد لما يستمرض يروح الدكتور يعطيه مضاد حيوي، يقول لك 250 ملي جرام، 500 ملي جرام، 750 ملي جرام، 1000 ملي جرام. فهي يزيد الجرعة العلاجية. نفس الشيء مع العسل. عسل المنوكة تميز ان في مادة علاجية، والمادة العلاجية هذه تختلف من منحل الى منحل. واحنا نتميز كذلك ان هذا عسل المنوكة النيوزيلندي قاعد نجيبه من مناحلنا وشركتنا في نيوزيلندا. هذه شركتنا في نيوزيلندا. تدش غرفة التجارة في نيوزيلندا تحط اسم الشركة راح يطلع لك المالك سالم عبد اللطيف يوسف العومي، كويتي الجنسية، ساكن بالنزهة، وحاطين العنوان مكتوب بشفافية، كل شفافية. ونتميز كذلك بعسل ملوكة ان احنا حاطين QR كود. مجرد ما تسوي سكان بتليفونك على QR كود تطلع لك الشهادة مالت العسل، تأكد جودة العسل وتأكد انه هو نفس الدفعة، نفس الباتش نمبر. وهذه في عليها اجراءات وفي عليها رقابه هناك في نيوزيلندا، يعني دقه مو طبيعيه. احنا على كل علبه ندفع رسوم على جهات ثيرد بارتي على اساس يسوون تشيك وانسبكشن
على علب العسل على اساس نتاكد ان هي فعلا صحيحه. ولو تلاحظ ان عسل المنوكه دائما موجود بكل الصيدليات بالكويت وبالعالم كله، لان الدكاتره مصنف طبي. شايف فيني؟ اوه برافو عليك، صفق. فعلا عسل منوكه مصنف طبي، عشان كذي في وايد من الدكاتره يصرفونه يحطونه بالوصفه الطبيه. ايش يسمونها وصفه؟ يحطونه بالوصفه الطبيه ان انت لازم تاكل عسل يوميا الفتره كذا والفتره كذا، فيصنف عسل علاجي. الحين سؤال الجرعات اللي هي انت قلت 5 و10 وكذي وكذا، حلو. هذا يعتمد على يعني يتغير الطعم، تحس فيه طعم غير؟ غالبا نفس الشيء، ممكن بعض المرات وبعض السنوات. العسل هو مثل الفاكهه، اليوم انت تاكل مانجا طعمها غير عن الثانيه. صح. فبعض المواسم يصير في اختلاف بسيط. حبيت المانجا لازم امثله لازم. زين. فبعض المواسم يصير في اختلاف بسيط، احنا ما نقدر نضبطها مسطره واحده، لان هذا مو شيء انا قاعد اصنعه. طبعا هذا شيء طبيعي قاعد يطلع من النحله. صح. اليوم المناخ كذي، درجه الحراره كذي، زعلانه متهاوشه متضايقه متهاوشه مع ريلها، متهاوشه مع ريلها، وايد امور يعني تبين ويايب لها جنطه، قاعد عيد الام ضايف ومسلم، يعني هاي حركات. ترى حتى نحن نفس الشيء عندهم. حساس. السؤال يعني الشخص هو اللي يقيم مثلا، خلنا من الدكتور اوكي عارف انه موضوع طب، بس انا اليوم جيت اخذ 5 ولا 10، اخذ على حسب ما انا اشوف اللي احتاجه. احنا دائما نقول 5 وال10 ممتازين حق الاطفال، ال15 وال20 حق رفع المناعه، يعني الاستهلاك اليومي رفع المناعه للكبار. ال22 وال25 هذه تعتبر جرعه علاجيه كبيره، حيل علاجيه يعني. مو مالت يوميه. لا مو مالت يوميه، لانه غالي صراحه. فاذا فلوسك وايد اخذك اليوم. اذا كلام لك يا حسين. الكلام لك يا حسين. لانه غالي، فاحنا ما نبي يعني نكلف على الناس، فعشان كذي قسمناه بالطريقه هذه، لانه جدا جدا غالي. وعندنا بعد كذلك انواع وايد. ودك واحد يقول عنده مقصاد. عندنا والله عندنا مقصاد. عندنا شركات الحين افتحوا بالكويت تشتري العسل على 4 دفعات. عسل مقصاد. ايه اكو صح اكو شركات صح. اكو ناس ترى ايش فيك. خليني اقول لك شيء، الناس اللي ترى انت قاعد تشوفها، بس الناس اللي قاعد تاخذها كعلاج ترى مكلف. اللي قاعد تاخذه كعلاج مكلف. صح. تدري انت اقول لك شيء، انا هذا شفت هذا سدر مع زعفران. اي بس قصدي الملاعق. حلو. هذا كم حبه فيه هو؟ 25 حبه، 25 ملعقه. 25 حبه، وكل ملعقه 7 جرام. زين. انت تخيل تليفون منو قايرن؟ عندك انت التليفون مو عندي. تليفون هناك قايرن مال اللايف. اوكي كمل. شكرا على العذر والسموحه. لا عادي، ما يحق للضيف ما لا يحق لغيره. الله يحفظك. الحين هذا السنه بكم ينباع؟ هذا ينباع ب 9 دنانير. حلو. عفوا 6 دنانير و750. 6 دنانير و750. انت اليوم لما تيجي تحسبها، ليش قاعد اقول لك انا اليوم مثلا العوائل اوكي، يعني انا عيالي كلهم اوكي مع الحليب مع هذا العسل هذا. صح. بنتي انا على طول، فهمت شلون؟ فانت اليوم لما تحسب على كميه، فانت تخيل على العسل اللي قاعد يقولك عليه اللي هو رقم 22. صح. فهمتني؟ صح. انا بس ابي اكد لك على نقطه، اليوم صحتك اغلى من كل شيء. اي انا دائما اقول هالكلمه. اي اليوم انت عندك ساعه غاليه تروح توديها الوكاله. صح. اليوم انت عندك جنطه غاليه شاريتها ب 1500 دينار بالشه. اي عندك جنطه شاريتها ب 1500 دينار تودينها البوتيك. ايوه يسوي لها السيف. تعب على البوتيك عشان ينظف الجنطه ويسوي لها مينتننس. انزين عندك سياره شاريتها ب 30 40 الف. صح. ما راح تسترخصين وتودينها الوكاله وكذا وكذا وكذا. تدفعين اكبر المبالغ. اضيف بعد مثال. تفضل. عندك كرش تدفع 100 دينار طق من جارو. بالضبط عشان تروح تركب اليخت. بالضبط.
فهمت؟ فانت والله انا دائما اقول والله صحتك مهمة. انا اقول صحتك مهمه اغلى من كل الكماليات اللي انت تملكها. صح. هذه اول نقطه. ثاني نقطه، في بعض الناس اليوم مع الاسف عندهم سوء فهم في بعض الامور. يقول لك اوكي انا رحت اليوم 3 بيز شفت العسل هذا ب10 دنانير، ورحت بعض الاماكن التجاريه السوبر ماركت يلاقي العسل مو ب10 دنانير، يلاقي العسل ب3 دنانير مثلا. اوكي يقول لك 3 دنانير خلاص انا اخذ 3 دنانير راح اوفر 7 دنانير. اوكي احنا اللي قاعد نبيعه هي اعسال هي اعسال علاجيه. احنا ب 3 بيز اليوم قاعد نبيع اعسال علاجيه مختلفه اختلاف كلي عن الاعسال التجاريه اللي تنباع بالسوبر ماركت. احنا الاعسال اللي عندنا فيها جميع الفائده العلاجيه. السوبر ماركت الاعسال كوميرشال تجاري منزوعه الفوائد العلاجيه واصلا ما فيها فوائد علاجيه. فاذا كان هدفك انت تاخذ العلاج لازم تاخذ العسل من مصدر انت واثق فيه. صح. هذا أنا نقطه أتفق. جدا مهمه. انا اتفق 100%. انت اليوم ترى نفس الفكره لما تروح تشتري اصلي وتقليد. بالضبط. نفس الفكره بالضبط. نفس بالضبط. الفكره. هذا المثال. فرق بينهم 200 دينار. بالضبط. اي بالضبط. انت نفس العمليه يعني، بس انت تبي الفائده ولا تبي تكشخ كذي؟ بالضبط. والله انا كل يوم اكل عسل بس كلام ما يصير. بالضبط. وترى انتاج العسل يعني ترى في غش كبير وطرق الغش، يعني احنا عندنا خبره جدا كبيره وقاعد نشوف طرق الغش منتشره بشكل رهيب جدا. انا ما اتكلم عن داخل الكويت، اتكلم عن برا الكويت، ما اتكلم عن داخل الكويت، اتكلم عن برا الكويت. طرق الغش، انت اليوم اذا الخليه تطلع لك على سبيل المثال 5 كيلو، في طرق غش تخلي من ال5 كيلو تزيد 10 كيلو الله. ومن 10 كيلو 15 كيلو. فانت فاليوم لما انا غش معناته انه لو انزل السعر 3 دنانير نطلع نفس الكميه. برافو عليك. ايش رايك فيني؟ برافو عليك. برافو عليك. فاحنا اليوم مناحلنا مثلا العسل السدر الكويتي معدل انتاجنا للخليه الواحده بالكويت 3 كيلو. تخيل 3 كيلو معدل الانتاج في الكويت في موسم السدر. معدل الانتاج يعني تاخذ كل الانتاج تقسمه على عدد الخلايا، معدل الانتاج 3 كيلو. فشوف وترى الانتاج قاعد يقل كل سنه. يعني انا اذكر لما بلشت 2010 كان الانتاج 6 كيلو، والاساتذه اللي علموني تربيه النحل على ايامهم كان الانتاج من 10 ل 12 كيلو. فتخيل بالسبعينات كان 10 12 كيلو. انا لما بلشت ب 2010 كان الانتاج يوصل معنا 6 كيلو. اليوم من 2010 ل 2026 بعد 16 سنه صار الانتاج 3 كيلو، وممكن يقل الفتره الجايه. صرنا من 2010. اي والله تخيل تركض الايام. انا دشيت تربيه النحل 2010. لا 3 بيز متى بدا؟ 3 بيز سويته 2015، بس انا بلشت تربيه النحل وهوايه تربيه النحل 2015 11 سنه. ايه تخيل 11 سنه وياك متجابلين. شفت شلون؟ شنو هالشرف العظيم. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كلمه تقولها السلام. اليوم يوم النحل العالمي 20/5. نودينا هدايا بعد. تعبنا مناسبات سلام. اليوم النحل العالمي. واحب اكد على اهميه النحل للعالم. النحل مسؤوليه جدا كبيره عن تلقيح النباتات حول العالم، مسؤوليه كبيره على جوده المحصول الزراعي اللي احنا قاعد ناكله، لانه هو يحسن الفاكهه. يعني اذا ما كان في تلقيح سليم ترى تطلع الفاكهه معيوبه. فنشكر النحل. شكرا لكل نحله. نشكر كل النحل اللي عندنا. وانا للامانه يعني افتخر ب3 بيز ان احنا اليوم ناشرين مناحلنا ب 300 بيت بالكويت، وهذا قاعد يساعد البيئه. ان اليوم النحل مالنا قاعد يقوم بتلقيح النباتات اللي موجوده بالكويت كلها. برافو والله. احنا خذينا تكريم من برا الكويت من مرتين من جهه خارجيه ما ابي اذكر اسمها، لدورنا في تربيه النحل بالكويت. تخيل ان احنا حاطين مناحلنا بالكويت ومنتشره وكذا. هذا له دور بيئي جدا ممتاز على الدوله، حتى انه يصير في خضار، في طبيعه تشوف الاخضر كذا. يعني النحله لها دور جدا كبير في هذا الموضوع.
مشكور سالم. ونبي نرجع مرة ثانية نكرر أن الخصم موجود عندهم في ثلاث أماكن، يا أما تطرش على الواتساب والحين راح نقول لكم الرقم، أو على مواقعهم، أو في أفرعهم اللي منتشرة في الكويت، حتى هني في 360 عندنا، حتى في الخيران بالويكند رايحين خيران أيضا عندهم خصم على كل العسل اللي موجود. عطنا بس رقم الواتساب. رقم الواتساب 9000 كود الخصم 360. رقم الواتساب 9000 وكود الخصم 360. مثل ما قلنا على الافرع الاونلاين الكول سنتر في خصم على الكود، وفي طبعا بالبوثات عندنا وبالموقع في عروض وفي باكجات وفي كذا، مدلعينكم احلى دلع. يعني ما انت الحين مو تروح البحر وكذي وماخذ وياك 16 علبه، علبه تان وعلبه ما ادري مال شمس وعلبه، حط علبه بعد هاش وش حشوف والله ضربه علبه، حطها يمك، طق لك قفشه كذي عشان تعطيك طاقه. فاصل نرجع لكم.